بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص على ابواب شهر الخير، نبتدي بقى نعمل زينة رمضان، نفرح بيتنا كده ونفرح ولادنا. نعمل مع بعض اي حاجة، اي اشكال، كل حاجة بتتعمل للشهر ده، وفي الشهر ده بتبقى بركة كلها خير. يلا نعمل مع بعض. اول حاجة معانا هعمل كده زي، عارفين الطبلية الصغيرة بتاعة رمضان؟ تبقى موجودة كده كديكور، شكلها حلو قوي. اي كرتونة عندك، ورق تخين شوية يكون سميك بحيث ان هو ما يتقطعش، هتقصيه على شكل دايرة. بعد كده جبت قماش الخيامية القمر ده، انا بحبه حب، كل سنة لازم اجيبه واقعد اقصقص واعمل منه اشكال. وهنا اخدت الدايرة الكبيرة اللي فيه، هو فيه دوائر كبيرة ودوائر صغيرة، وطبعا بتجيبيه بقى الوانه، موجود منه كل الالوان على حسب فرش الشقة بتاعتك والالوان بتاعتك. وهنا اخدت الدايرة الكبيرة منه علشان اعملها. اهم حاجه في قماش الخياميه، خدي بالك ان هو بينسر وبيطلع منه فتر صغيره كده، بتبقى مش حلوه خالص، يعني ممكن القماشه كلها تنسر منك. فلازم حوار الشمع ده، او بولاعه او على البوتاجاز، اي حاجه. وطبعا مش هنروح نعمله اوفر، يعني مش هنكلف عليه كتير ان احنا نروح نعمله اوفر. فبحوار الشمع ده بيقفلها معاكي وبيخلي القماشه ما تنسرش خالص. جربيها وهتدعيلي على الفكره دي. وهنا جبت الفرنشة الصفرة دي. طبعا يعني الزينة ما تخلاش من غير الفرنشة دي، شكلها بيدي شكل حلو قوي قوي لأي حاجة انت عاملاها. وهنا بدأت احطها بمسدس الشمع، عايزة تخيطيها بالخيط براحتك، عندك ماركة انا وعايزة تمشي عليها براحتك برضو. هنا بدأت احطها بمسدس الشمع كده، سخنته كويس قوي وبدأت الزقها عليه. عايزة اقولك انها بتلزق كويس قوي بمسدس الشمع برضو. لو عندك امير اي حاجة هتعمليها وهتلزق معاكي، لان القماشه خفيفه قوي، فهتلزق معاكي كويس قوي. وطبعا القماش الخياميه ده انواع كتير قوي. في منه القماش القطن الغالي، وفي منه العادي اللي هو بيتعمل منه منفارش كده. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو متنسيش تعملي اشتراك في قناتي. هنا جبت الكرتونه بتاعتي. مش لازم اغلفها من تحت، كده كده السفرة الصغننة دي هتبقى مقلوبة فمش هتبقى باينة من تحت. هنا بقى زي 3 رجول كده. جبت الكوبايات بتاعت الشاي الكبيرة دي. لو عندك اي حاجة، حتى الكرتونة اللي هي بيجي عليها مناديل المطبخ دي، بتبقى مدورة كده وطويلة، ممكن الواحدة تقصيها على 2 أو 3 كمان. ونغلفها بقى هنا برضو بمسدس الشمع، قصيت قماش على قدها وغلفتها، وبقى شكلها تحفة، شكلها حلو قوي. الزينة دي بتجمع البيت كله، جمعي ولادك، اخواتك، اصحابك، واعملوا زينة مش هتكلفكوا كتير. هنا مش موضوع تكلفة خالص، على قد ما هي فرحة بتدخل بيتك وتدخل قلبك. انا بحب شهر رمضان قوي وبستناه من السنة للسنة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تنعاد علينا وعليكم الايام بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. وهنا غلفت ال3 كوبايات زي بعض. زينة الخيامية لما بتتحط على اي حاجة بتزينها وبيبقى شكلها حلو. هنا حطيتهم على الكوبايات باي شكل ايا كان، وبدأت احطهم على السفرة الصغننة دي. وهحط عليهم المفرش، شكلها هيبقى حلو، شكلها حوار بجد والله. ومتين، عايزه اقول لكم يعني انت ممكن تستعملي بدل الكرتونه صينيه، اصلا عندك صينيه مدوره وتحط لها الرجول دي وتحط لها المفرش من فوق. مفيش متانة اكتر من كده، يعني تقدري تحط عليها شايك وحاجتك كلها، والكوبايات هتشيل. هنا وانا مبسوطه فيها وفرحانه بيها قوي. الوش التاني من الكرتونه، طبعا الكراتين دي من اي مكان، وبدأت ارسم عليها كده شكل هلال. ترسمي هلال، ترسمي فانوس، نجمه، الاشكال دي اشكال رمضان. هنا قصيت الهلال، طبعا رسمته كروكي كده، وبدأت احط عليه برضو نفس القماشة. انا مش هحلها، يعني نفس القماشة معايا، هعمل بقى حاجات كتير قوي. عايزة اقول لكم ان كل ده متر واحد قماش معايا، متر واحد وعملت بيه كل ده. وهنا شفت غلفته برضو من ناحية واحدة بس، مش محتاجة الناحية اللي ورا لانه هيعمل له علقة وهيتعلق على الحيطة، فمش محتاجة الظهر بتاعه في حاجة خالص. ممكن احط قماش قدامه وورا بس، مش شايفاه مهم. يعني لو عايزه تغلفيه من قدام ومن ورا عادي، هتحطي القماشتين فوق بعض برضو وبمقصك الجميل، وهيطلع شكله جميل، حوار بجد. هنا بقى انا خلصته وهعمل له علقه كده، بص لما اقلبه شكله عسل، شكله جميل قوي.
يتعلق على الحيطة ده بقى جنبيه كده فرع النور، هيبقى تحفة بجد. ديكور ما كلفناش كتير وما خدش منك وقت خالص، وتبقي مبسوطة وانت عاملة الحاجة بايديكي، ليها فرحة تانية غير ما نشتريها خالص. يعني كل الحاجات دي بتتباع في المحلات، بس لما تعملي الحاجة بايديكي في بيتك بيبقى لها فرحة تانية. وهنا خلصته وجبت العلقة ده، ده شريط كده جايباه للعلقات، هو لونه جولد كده شكله حلو قوي. وده فانوس صغير، برضو نفس القماشة جبتها ورسمت عليها شكل فانوس كده، رسم كروكي طبعا. انا مش الرسم اللي هو يعني، ممكن طبعا تجيبي باترون، ممكن تجيبي ورق طباعة وتقصي عليه على طول، بس انا لا، الموضوع حلو وهو عشوائي كده. قصيت الفانوس، عايزه اقول لك كنت هجيب فايبر وسألت عليه لقيته غالي، فقررت لا انا هتصرف برضو، لازم اعمل الفانوس القماش ده. لو عندك اطفال صغيرين، السن الصغير ده اللي هو انت لو جبت لهم الفانوس الازاز يوقعوه يكسروه او ما يعرفوش يتعاملوا معاه، عايزه اقول لك الفانوس القماش ده حلو جدا جدا، ويلعبوا بيه كده وشكله بعد ما يخلص هيبقى حلو قوي. هنا جبت الابره والخيط بتوعي وبدات اخيطهم. ممكن نعمله على المكنه، ممكن تلزقيه برضو، بس الابره والخيط اضمن قوي في حوار الفانوس ده. هقفله من كل النواحي ما عدا مكان صغير بس علشان اعرف اقلبه منه، كده كده هيتزين معايا، هيبقى حلو قوي في الاخر. اي خياطه كده المهم يتقفل معانا. هنا خلصته وقلبته، وبدات بقى جبت بواقي قصاقيس قماش عندي، بواقي لبس كنت مفصلاه، بواقي بقى بصي اي حاجه لك ليكو، اي حاجه، وبدات احشيه معايا بدل الفايبر، ونفعت والله بقى شكله جميل قوي. وبعد كده قفلت الجزء اللي انا كنت سايباه مفتوح، وابدا بقى احط له الزينه اللي هتظهره بجد. يعني لو عندك اطفال صغيرين، لا هيفرحوا بالفانوس ده اكتر من الكبير. وطبعا تعملي الحجم اللي يعجبك بقى، انا عاملاه صغير قوي عشان يمشي مع الهلال، بس تكبري الهلال تكبري الفانوس، ممكن يتعمل بحجم كبير برضو وبقاعده من تحت شكله حوار اهوت على قد ايديهم. وبقيت بقى هنا بشوف الفرنشه ولا البلابل اللي هيليقوا عليه اكتر، لقيت برضو الفرنشه الصفرة دي انا بحبها قوي، هي اللي لاقت عليه اكتر من البلابل. بدأت برضو بمسدس الشمع بتاعي، ممكن تخيطيها، ممكن تعملي بأمير او اي حاجة عادي، المهم يلزق معانا. هنا خلاص قربت اخلصه، مكان الخياطة بيتدارى بالفرنشة الصفرة دي. وعايزة اقولك المتر بتاعها مش غالي خالص، يعني تجيبي الكمية اللي انت عايزاها وهتعملي كل الحاجات دي ومش مكلفة خالص. هنا بعدلها معايا شكله باين كده بقى، وبوشين كمان، يعني هنا شكل وهنا شكل، وهنا برضو اللي حطيت له العليقة الصفرة اهيت، تحفة شكله جميل وطري كده وحلو، الاطفال يلعبوا بيه ما تخافيش عليهم. يعني لو طفل صغير اديته له ما تخافيش عليه ابدا انه يكسره. وهنا عماله اصورهم كنت مبسوطه بيهم قوي. نيجي بقى للحاجه الثالثه اللي هنعملها مع بعض، مفارش. طبعا القماشه مليانه دواير، باحجام، في صغير وفي كبير، وطبعا لازم الترابيزات الصغيره والترابيزات الديكور في الانتريه يبقى ليها نصيب معانا من القماش ده. فهنا قصيت كل الدوائر اللي في القماشه تقريبا، وعملتها مفارش صغيره كده تتحط على الترابيزات الصغيره، على البوفيه عندك، اي مكان هتزينيه. قصيتهم وفرغتهم كده، وهبدأ برضو زي ما عملت مع المفرش اللي فات برضو بالشمعة، وهبدأ امشيهم كلهم على الشمعة علشان اضمن ان هما ما ينسروش معايا. كده القماشه معاكي طالما عملتيها بالشمعة وحطيتي فيها زينه، ما حطيتيش فيها زينه اي حاجه، بتتغسل معاكي وما بتنسرش وبتعيش معاكي كمان، لان قماش الخيميه ده بيبقى ضعيف قوي بينسر، فلازم تعملي الحركه دي. هنا خلصتهم المفارش، 3 مفارش معايا اهما، ده الكبير والاتنين الصغيرين. القماش اللي في الحوافي ده كله وانا بعمله بالشمعة هيروح معايا خالص، مش هيبقى موجود. وهنا بقى شفت هنا البلابل تليق مع المفارش اكتر من الفرنشة الصفرة، فهنا حاولت اقيس كل مفرش هياخد قد ايه، وبعد كده قصيت لكل واحد الفرنشة مقاسه بالظبط. عايزة بقى تخيطيها بالخيط، تعمليها بمسدس الشمع،
بأمير، بأي حاجة هتلزق فيه وهتلزق كويس قوي كمان. انما انا اخدتهم على المكنة علشان انجز وقت وخلصتهم بسرعة قوي. وبصي شكلهم تحفة تحفة، وفي الفرش شكلهم رهيب. هنا خلصتهم واخدتهم ورحت على المكنة. بدأت بقى بوريكم بتحطوا ازاي. خدي بالك ان القماش الخيامية له وش وظهر، يعني وش فاتح ووش باهت. فناخد بالنا واحنا بنركبهم عشان ما نركبش وبعد كده نرجع نفك تاني. هنا طبعا بعد ما عملتهم بالشمعة خلصتهم وركبت لهم الفرنشة. وهنا خلصتهم. جربوا الافكار دي، ولو عجبتكم افكاري ما تنسونيش بدعوة حلوة. والسلام عليكم.